السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية إلى كل الأحباب والأصدقاء. تفصيلنا فقط أقل من ساعتين على مناسبة أو دخول السنة الميلادية الجديدة اللي غتكون 2015. في الحقيقة أعتذر لكل الأصدقاء اللي ما باركت لهمش واللي ما باركت لهمش. طبعا يمكن يتقلقوا مني بعض الأصدقاء علاش ما باركت لهمش وعلاش ما تفكرش فيهم بهذه المناسبة، ولكن عذرا ثم عذرا ثم عذرا. في الحقيقة ما نقدر نبارك حتى شي حد، خصوصا كيفاش حنا نباركو، كيفاش حنا نفرحو والإخوان ديالنا كيموتوا في كل الدول العربية المستضعفة والإسلامية، سوريا، ليبيا، كذلك فلسطين، باكستان، أفغانستان، العراق، كل هذه الدول هذه مستضعفة واللي كل يوم كتخلف العديد من الشهداء. وهذا في الحقيقة كيعود الحكام نقولوها صراحة الخونة اللي ما بغاوش يتحيدوا على الكراسي ديالهم، وهذا هو السبب اللي جعل يقدم الشعب يقدم العديد من الشهداء وباقي كيزيد يقدم وباقي غيزيد يقدم. لهذا في الحقيقة أنا ما كنبارك حتى شي حد وما غنبارك حتى شي حد وما غنمشيش أنا لهاد الاحتفالات وما غنحضرش فيهم طبعا. يمكن شي حد يقول لك لا نمشي، لا، كل واحد الحريه الشخصيه ديالو طبعا، كل واحد كي حر في راسو. انا ما نمنع حتى شي حد وما غرسل حتى شي واحد شي رساله نقول له لا راه حرام ولا. كل واحد كيعرف راسو. الحمد لله الانسان كبير في عقله وفي افكاره، كيميز ما بين الحلال والحرام. وهذا بلا ما نهضروا كصفة بالنسبة للدين، ولكن الإنسان هذه غير فقط باش الإنسان يحس غير بقلبه وهو يخبروا الأحداث اللي كاينة دابا والمأساة. الله يحسن العون، كاين الناس اللي كيباتوا في الخيام والبرد القارص، نتوما كتشوفوا في الديار ديالكم والموت ديال البرد، فما بالك بالناس اللي مساكن غير فقط في الخيام وفي الجبال، وكاين اللي مضطهدين وكاين الأسلحة دائما كيسمعوا في السلاح والموت. كيفاش يجي واحد ويبارك ويفرح وينشط بأن أنا دخلت في السنة الجديدة؟ إذا عذرا ثم عذرا ثم عذرا. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. فقط طلبي الوحيد منكم هو تدعيو لهاد الناس هذوما للشهداء ديالهم بالرحمة والمغفرة، وكذلك تدعيو لهاد البلدان هذه في الصلوات ديالكم باش الله سبحانه وتعالى يفرج لهم من الكروب ديالهم وحتى هم يرجعوا بلدان أحرار وشعب حر إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.